القصة هذه من ليبيا. جمال الهنيد من طبرق من ليبيا. القصة هو يذكرها بنفسه، يقول أنا عندي ولد اسمه مالك، لما بلغ 24 سنة أصيب بمرض السرطان، فيقول انتقلت به إلى عدة دول من ضمنها أمريكا. فيقول للأسف كان المرض منتشر، ولكن أنا ما أبغى ألقى سبب إلا ولازم أعمله حتى أعذر أمام الله مع ولدي، خصوصا ولدي على وجه زواج. يقول رحت بفيتنام ورحت به الصين، وكل بلد ذكر فيه إن فيه علاج لابني وديته. يقول استقر بالمطاف آخر شيء في أمريكا، وكان يعني يعالجونه بهالمواد الله يعافينا وياكم الكيميائية. المهم وصل الأمر، وهذه الدول أمريكا وهذا ما عندهم دول واقعية، يعني 1 زائد 1 2. فقالوا له احنا نبيك تروح تشتري لولدك تجهز له كفن. أعوذ 4 شهور الولد متوفي خلاص، يعني حددوه بالمدة. فيقول ما عندهم المشاعر اللي عند المسلمين واللي عند العرب، يعني ف دائما يقول القبور عندهم هناك بفلوس. فيقول قلت خلاص اروح احجز القبر. فجيت المقبرة، يقول المقبرة هذه لها مكتب زي المكتب العقاري، يعني يبيعونك قطعة أرض ويبيعونك يعني قبر. فقمت أتفاوض، يقول كان سعر القبر $8400. يورونك إياه على الأرض، يورونك المخطط، ويورونك المكان، ماديين يعني. يقول فالحقيقة لما قال لي أن قبل 6 شهور القبور كانت $6000، الآن 8400، بكرة تلقاها ب10000. فكان الأمر يعني كل ما له يزيد. فقررت أني أشتري لولدي قبر، فشريته ودفعت لهم $8400 وسجلوا عقد باسمي. يقول يوم جيت أطلع ولا فيه امرأة من شرق آسيا، يبدو أنها باكستانية، لابسة الخمار ومعها رجال وهلعة وتبكي. فوقفت، دخلت عند نفس المكتب اللي أنا تكلمت أنا وياه، فيبدو أنها تدور قبل بسعر مناسب. فسألت الرجل، هي ما تتكلم إنجليزي، فسألت الرجل قلت ايش فيها؟ قال هذه ولدها صار عليه البارح حادث وجاية تدور قبر له، ولا عندها مبلغ، فتدور شيء رخيص. فالرجل يقول ما عندنا، كل أسعارنا في حدود 6000 7000 8000. فقامت تبكي ومتضايقة والدنيا على راسها. فيقول قلت أنا باقي على ولدي 4 أشهر، أنا توني قدام ناس. يقول أرجع عند الأمريكي هذا وآخذ ورقة، قلت له سجل القبر اللي أنا شريته ادفنوا فيه ولدها. فقال ليش تعطيها؟ قال مالك شغل، أنا باقي 4 أشهر على ولدي، وهذه ولدها الحين خلاص يعني جايكم في الإسعاف. فقاموا كتب الرجل اللي يترجم، راح علمها، قال الرجل هذا ولده مريض في المستشفى ومقررين عليه انه خلال 4 شهور القادمة انه يتوفى. فجاء وشرى قبر. يوم شافت انت الان ولدك متوفي البارح، تنازل عنك. قال كم المبلغ التنازل؟ قال $8400. مبلغ كبير جدا يعني مو بسيط. فقامت يقولوا وجهت للقبلة وقامت ترفع يدها وتقول باللغة البشتو، يقول أنا ما أدري ايش تدعي ولا أدري ايش لغتها، ولكني عرفت أنها تدعي. الله يدري. دعت لين صفى راسها. يوم جيت أطلع ويلحقني المترجم اللي معه، قال تدري ايش قالت؟ قلت لا والله ما أدري. قالت يا رب أنت فجعتني في ولدي ومات البارح وأنا راضية ومحتسبة، لكن أنا طالبة منك طلب يا رب، قال انك تاخذ هالمرض اللي في ولد هالرجال تحطه في ولدي ندفنه جميع. الله أكبر.